أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما. بعد ما عرفت قصة هذا المقطع والله العظيم انت ما راح تصدق، مو الدور اني. لو تعرف شنو قصة هذا المقطع، صور هذا المشهد في سنة 2016 وتحديدا في الولايات المتحدة الامريكية. طبعا هاي البنية شوفوه قدامكم، هاي البنية سكنت باحد البيوت الموجودة الجديدة في الولايات المتحدة الامريكية، يعني اشترت بيت. يقول بعد ما اشتريت بيت، يقول صارت وياي احداث جدا غريبة ومرعبة، ومن هاي الاحداث انا اليوم صورت مقطع وراح اسولف لكم القصة الكاملة. طبعا اذا كنت من عشاق القصص مال امير الشيخ اخفي الزائد اليوم صورتي، خلي لي قلب احمر. تعال خلينا نبلش. شنو هو الشيطان؟ الشيطان شكل إلى. طبعا قبل ما نبلش عليك العباس سوى عادة نشر وشارك هذا المقطع لواحد من اصدقائك، وتعال خلينا نبلش. أن الشيطان شكل إلى وجود صورة حيوان، أن الشيطان يتصور كصورة تكلموه وصارعوه. بسنة 2016 اكو بنية جميلة ومرتبة اشترت بيت، لان عندها فلوس وامكانيات. اشترت بيت في احد المناطق الموجودة في الولايات المتحدة الامريكية، اشترت بيت جديد. تقول بعد ما اشترتها اول يوم يقول ما اكو شيء اصلا، ما صار لنا شيء. ثاني يوم يقول ماكو شيء. يقول ثالث يوم اكو حالة قاعد يصير بالبيت مالتنا. يقول بالثالث يوم، يقول دائما من نرجع للعمل، دائما من نرجع من العمل، دائما في 6 مساء يعني عمل، يعني من الشغل مالتي، من نرجع للبيت يقول من نطبر على البيت. تقول اشوف بانه البيت متخربط، وكأنه ماكو واحد قاعد يخربط بهذا البيت. يقول البيت متخربط، يعني مثلا اذا طب الغرفة القى بانه الترباية مثلا واحد مدنيها ذاك الكتر، لو مثلا الباب انا سادتها اشوف بانه اكو واحد فاتح الباب وطاب. هذا الحكي بانه اني ما مركبه كاميرات مراقبه خاطر ارصد الشي واعرفه. رابع يوم يقول انا دائما بزون احطها في مكان، وهذا المكان يعني اخلي اكل، وهاي بزونتي انا عندي بزونه. يقول من نميت يقول احس بانه اكو شي اجى علي، نام فوقاي. يقول بعد ما قعدت شفت بانه البزونه مالتي خايفه من شي، وكأنه ما اكو شي قاعد يطارد وراها. يقول لي هناك، يقول مباشرة رحت فقدت البيت، يقول كل شي ما لقيت من عنده، لكن البزونة حاسة خايفة من شي، احس شافت شي مرعب. يقول وانا نايمة، يقول رحت نمت ونيمت هناك بصفي. يقول وانا نايمة يا ولد، يقول احس بانه اكو صوت ما شخص قاعد يمشي جوا، اكو شخص قاعد يمشي من جوا البيت، يعني جوا الغرفة، انا عندي غرفة فوق يعني. يقول احس اكو واحد قاعد يمشي يا ولد. يقول انا من قد الصوت يعني الضرب، يعني صوته مو يمشي مشي عادي، لا يقول يمشي كأنه ما قاعد هيجي دبج، هيجي دبج. وحس بانه رجله ضخمه. المهم يقول لي هناك والله لا اقول لك ولا تقول لي، يقول لي هناك، يقول قعدت نزلت لجوا، لقيت بانه الغرام مفردشه. قبل شوي رتبت انا لقيت مفردشه. بعد ما شفت هيك يقول صراحه متت خوف، يقول قلبه راح تطلع من قفص الصدر، بدي قام رجفن. تقول باليوم الخامس او السادس هيجي، تقول قمت اصور بزونتي وهي قاعد تلعب ويا نفسها بالمرايه، لكن شوفوا شنو صار.
شفت بأن البزونة دارت وجهها الوجه، هالشون ما جاي افتهم. شفت بأنه قرين مالت البزونة طالع قبالي. هنا متى ترعب. يقول مباشرة سويت أنا صورت مقطع الأبو البيت بأنه هذا البيت مسكون بالجن، لكن أنا قاعد أصور شوفوا شنو ظهر. بعد ما صورت له المقطع دزيت له، قال لي حضري لي البيت جهزي لي لان شفت شيء وراه جدا مرعب. قلت له شنو؟ دز لي رسم، يعني دز لي المقطع ورسم على المقطع هيك. شفت بانه شيء اسود ظاهر وراي وشكله جدا مرعب. بعد ما شفت هيك قمت مثل مخبله، صرت مثل مخبله، تخبلت من كمية الرعب اللي صار لي. المهم بعد ما انتقلت الغام بيت، بعد ما شفت اي شيء. ويبقى الحكم اذا كان يقول هذا البيت مسكون بالجن اكيد، يبقى الحكم اللي كتبنا بالتعليقات. اذا كنت من عشاق قصص مال الشيخ وسوالف من الشيخ اخذ الزاد يوم صورتي وخليك اربعه. حياكم الله.